والله العظيم رحت مصر. اول ما وصلت انا احب المصريين مره واحب اهل مصر، لكن في موقف، في تعامل غريب. اول ما وصلت من المطار دخلت ابي استخدم دورة المياه، والله العظيم خلصت وانا طالع وقفت ثنتين عند الباب. ما انت طالع، ما انت بخارج ما تدفع. انا ضحكت حسبها تطقطق، انت بفتح الباب بطلع، قالت لي لا ما في، ما انت بخارج، اديني حق الحمام. اعطيك حق الحمام تفيد شيء؟ وخري بطلع. قالت لا ما انتش طالع لين ما تدفع، لين ما ادري شلون. وانا شفت قلت يا اخي توني واصل ما بي مشاكل. طلعت يا اخي احب مصر، بس ليش التعامل هذا؟ ليش التفكير هذا؟ بس وده حال اي مواطن جاي من حوالين العالم علشان يزور مصر لأي سبب كان، سياحة، زيارة أهل، صحاب، أيا ما يكون. انتوا دايما بتشوفوا ان العالم كله شايف مصر جميلة، وشايف أهل مصر الجمال اللي هم بيستضيفوهم وبيكرموهم وبيعملوا بيسووا، والأهرامات والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والآثار وكل الكلام ده. الحقيقة هي عكس كده، انتوا بس اللي مش عايزين تشوفوا الحقيقة. الحقيقة ان مفيش حد بيجي مصر الا وبيطلع اسوأ كلام عليها. وهسيب لكم هنا امثله لفيديوهات يوتيوب لناس يوتيوبرز جم مصر كزياره، وكانت الريفيوهات بتاعتهم عن البلد عامله ازاي. وشوف اقل فيديو من الفيديوهات دي بيجيب 300 و400 و500 الف فيو. فشوف بقى الصوره الحقيقيه اللي هو صدرها للعالم عن مصر، وهو ما بيكذبش. هم للاسف ما بيكذبوش، انا شفت الفيديوهات دي كلها ما بيكذبوش. احنا هنفضل لحد امتى في الوضع اللي احنا فيه ده؟ هنفضل لحد امتى بنشوه صورتنا، غير ان احنا اصلا مع حالنا مش كويسين؟ لحد امتى هنفضل نشوه صورتنا للعالم؟ امتى هنبقى دولة متحضرة؟ امتى هنبقى دولة فيها قانون؟ امتى هتبقى دولة فيها حكومة وقوانين صارمة على اي حاجة بتحصل؟ يعني ايه حمام بفلوس؟ ما انا شفت ده بنفسي لما كنت انزل من القطر في محطة رمسيس وعايز اخش الحمام، مش هتخش الا ب2 جنيه. فليه ادخل الحمام بفلوس؟ طب افرض انا معيش، مش هتدخلني الحمام؟ اعملها على نفسي ولا اروح اعملها على جنب؟ ما اعملها على جنب عادي في الشارع، دي مش مشكله. انما الحمام تدفع له فلوس عشان تخش. فاللي هو فرضا حتى انت عامل ده لاي سبب إن كان، مع ان ده اصلا ملوش اي تبرير منطقي انك تعمل الحمام للناس بفلوس، ولكن فرضا انت عامل ده، لو شخص ما معهوش، انت مش هتحبسه في الحمام عشان ما دفعش ال2 جنيه. ده كده اسمه خلل، وده لو الحكومة عندها علم بيه يبقى فيه خلل في الحكومة. ولازم احنا كمواطنين نطلع ونتكلم ونقول يا حكومة ما ينفعش كده. ولو الحكومة ما عندهاش علم بيه لازم برضو ان احنا نطلع نقول لك يا حكومة بيحصل 1 2 3، بعد اذنكم خدوا اكشن، بعد اذنكم حسنوا مصر.